يا هلا يا هلا. بعد التعادل منتخب مصر مع منتخب إيران، ومن أهدى مكان في العالم، لأن هنا في اي سي، هنا في تكييف. يعني بصراحة مش هطلع أصور فيديو في الحر يا شباب. فدي الحاجة الوحيدة اللي هقولها في الفيديو، لأن أي حاجة بعد كده هقولها هي وحشة. منتخب مصر أدى أداء مذري للغاية. أنا النهاردة مش عارف أتكلم عن العيوب، ولا أقول مبروك لمنتخب مصر إن هو عدى ونجح ان هو يطلع للدور 32. يعني خلينا نبتدي كده ونقول ان الشوط الاول انا افتكرت ان هو مثلا هيبتدي حسام حسن يعرف الغلطات اللي هو عملها ويبتدي يصلح منها في الشوط الثاني، ولكن انا ما شفتش اي اداء، وشفت عبثيه وعبث تام في طريقه اللعب والتكنيكس، لدرجه ان وصلت لمرحله انا ما بقتش فاهم احنا رايحين ليه. يعني هل احنا مثلا في اخر ماتش كنا وصلنا لمرحله خلاص احنا عدينا ونجحنا وامورنا طيبه؟ طب رحتوا ليه يا جماعه؟ فيا عميد الماتش كان مهم ليه؟ ثاني وتقول لي ليه؟ انا اقول لك ليه. لان يا معلم انت لو كنت طلعت المركز الثالث كنت هتلاعب المركز الاول بتاع دقيقه واحده بس عشان في قصه. ايوه، هتلاعب المركز الاول في المجموعات الثانيه، وده في حد ذاته حاجه من هنا في السن نيله. لان انت النهارده بعد ما كنت مدانك هتلاعب السنغال مثلا، او حاليا بعد ما هنلاعب استراليا كنت ممكن تلاعب فرنسا او فتيجي تسالني وتقول لي الطريقه اللي احنا لعبنا بيها وتحضيرنا كان مناسب؟ لا لا، الطريقه ما كانتش مناسبه تماما. حاجه في منتهى العبثيه، ما كانش فيه اي نوع من انواع ثقافه او طريقه لعب. كل اللي لقيته الشباب متلخبطه. وفي كوره بتوضح كلامي ده كويس قوي، مهند لاشين لما خبط ياسر ابراهيم في دماغه وهما بينطوا مع بعض، وكان يعني ده كان يعني نقطه كده بتبين سير المباراه. مش بس كده، احنا كمان لاول مره اكتشف ان الميزه الوحيده بتاعتنا اللي المفروض الدفاع ما بقتش موجوده. دفاع مصر بقى مباح. يعني النهارده انا كنت بقول ان والله دفاع مصر كان من اقوى الحاجات اللي منتخب مصر بيتميز بيها، ولكن انا النهارده ما بقتش شايف ان في دفاع في مصر اصلا. طيب نيجي بقى للعيبه. انا هبتدي بالناس الكويسه لان هم قليلين. النهارده احسنهم وافضلهم واروعهم شوبير. شوبير ولا اروع، النهارده شايل لك كام جون محققين. واد نجم ملوش زي. نيجي للدفاع، انا مش شايف يمكن غير مثلا محمد هاني لحد ما قدم اداء الى حد ما كويس شويه، ولكن على الصعيد الاخر بعيدا عن محمد عبد المنعم ما كانش في مستواه وسبب لنا ضربه جزاء. يعني كل التمنيات ليه ان هو يخف بالسلامه يعني. ولكن انا ما شفتش حد في الدفاع وخط النص ما شفتش فيه حد. مصطفى زيكو النهارده ما قدمش اداء كويس. الهجوم يعني صلاح ماشي لما تريزيجيه لما، ولكن على يعني اوفرول كده انا ما شفتش حد قدم اداء محترم. اداء بيقول انا عايز اكسب، اداء بيقول انا لا انا في حاجه، انا جاي عندي روح ان انا اكسب. لا، انا شفت ناس حاسه ان الكاس العالم خلص بالنسبه لها وبتقول ان الموضوع يعني انا ايه اللي جابني هنا، احنا بس جايين نفرح ونتبسط. لا يا جماعه، طبعا انا مش هتكلم عن لعيبه مخصوص كده واذكر اسمها، ولكن مرموش. عم مرموش، انت ما زهقتش بقى؟ عرفنا يا عم انك لعيب السيتي، وعرفنا انك يعني من احسن لعيبه العالم، حاجه مالكش زي. ومنتخب مصر ومش منتخب مصر والكلام ده كله، وانت بقى اللي هتيجي بعد صلاح، وانت كابتن الفريق، وانت اللي الناس واثقه فيك. ولكن مرموش النهارده عمال بيحفرش. يعني شفت انا من كتر التعب بقول كلام انا مش فاهمه. مرموش النهارده عمال كده بيحفرك ويحنكش بلا هدف. يا معلم لازم تفهم ان انت اللي بتلعب مع فريق، بتلعب مع منتخب في اكتر من لعيب، مش لاعب واحد.
لازم تفهم ان في لعيبه تلعب معاهم، ففكره الحفرقه والحنكشه ده مرموش كفايه منها بقى، كفايه كده. في الاخر بقى انا مش شايف ان التعادل مستحق، وما تقعدش تقول لي اصل ضربه الجزاء فعلا كانت اوفسايد. انا بتكلم على اداء وعلى منتخب ما يستحقش ان هو يتعادل، منتخب مصر ما يستحقش ان هو يتعادل. احنا ما عملناش حاجه. انت في ماتش نيوزيلندا والماتشات التانية كنت بتقدم اداء ولا اروع، فكنت بتضيع فرص، كنا نقول يا لو الفرص دي جت. فسواء انت خسرت كسبت كنا بنقول مصر قدمت حاجه، لكن انت النهارده قدمت ايه؟ انت ما قدمتش حاجه. في الاخر بعيدا عن اللقطه الاستفزازيه كده بتاعت اللاعب اللي قاعد يتصور بقى، اللاعب الايراني يتصور بالنضاره وبتاع، سيبك بقى، انا مش هنقعد نرد الاساءه بالاساءه، يعني ايه، ربنا يصلح له حاله، او يعني خد اللي في النصيب وركن. ولكن هو عنده احساس، او اللعيبه كلها عندها احساس انها ممكن تعمل حاجه، بعكس لعيبه تانية فاكره نفسها ان كاس العالم خلص، وانا بقى خلاص مفيش زيي، وانا في الاخر هارد لك لمنتخب مصر. وبقول هارد لك لمنتخب مصر لان انا مش شايف ان التعادل، او مش شايف ان ادائنا ينم عن اي شيء غير هارد لك. وهارد لك لمنتخب ايران، منتخب محترم لازم احترمه، في لعيبه محترمه، في طريقه للعب، حاسس ان اللعيبه بتعمل حاجه، حاسس ان في اداء، يلعبوا على الهجمه المرتده صح، الشباب عارفه في الدفاع بتقف فين، بعيدا عن ان هم واقفين 5 أو 6 في الدفاع وايا كان، ولكن قادرين يقفوا. ففي الاخر بقى كده انا معايا صاحبي الايراني ارمن. So hard luck, bro. Thank you. So before you go, do you have anything to say about Iran? Yeah, the things are going not well, but they are going and we are keeping up. So, yeah, best of Do you luck. think one day Iran will get the World Cup or not? Yeah, maybe in the next 50 years or something in the near future. So I you don't don't think so. believe in Iran, right? Not right now. If I want to be even optimistic, maybe like the next stage, we're gonna make us something, but still we are third in the group right now. If I think so, there are not a lot of hopes, but we are gonna see.